الخوص هو يقول سعف النخيل بعد تحوله أو تحول لونه من الأخضر إلى اللون الترابي، يعني البني الفاتح. لكن احنا نقول خوصة حتى لو كانت خضراء، اللي هي ورقة النخيل هاي يسمونها خوصة يعني. ومن الأمثال يقولون يعني اللي تقص الخوصة هذه ما يباله سكين. وفي من الأهازيج الشعبية خوصة بوصة ينبوصة، والله كلاش الدود من الحندود. وعقب فيها تكملة كبيرة يعني تكملة وايد فيها، بس على طاري الخوص خوصة بوصة ينبوصة كلاش الدود من الحندود. وفي بعد مثل أو في لغز يقول لك الشوه لما تشله يصيح ولما تنزله سكت، مع العلم العكس. يعني اليوم تشله سكت، ولا تعلموني هالكم على هذه العادة، ويوم تنزله صاح. هذا الخوص إذا كنت أنت طالع من نخل وشال هذا الخوص من تمشي يسوي صوت، يعني أسوي لكم شوية صوت شال حلوة مثل الخوص زين. فهذا يقول لك الخوص والله يوم الشلة سوى صوت، تسمع طالع بالخوص من نخل وشال لنا يعني حزمة فيسوي صوت يعني. من أمثال قبل ما عندهم هذا بالخراريف واتساب ما أدري شو يحطون لك مثل هذه الأمثال يعني. شو بلاك المخرج خلى قبل ما أخذ الأرصاد شو قلت لي المخرج؟ هي لا يصنعون، والآن حرفة موجودة يعني في وصنعة موجودة في دولة الإمارات الخوص، في السفافة وفي أمور كثيرة منها يصنعون منها، مثل الجفير المهفة السرود، أو حد يسميه بعد حتى السرود أو شو يسمونه بعد الحصير نعم، أو القفة، أشياء وايد يصنعون من الخوص يعني. وهنا في دولة الإمارات ما شاء الله محترفين، وفي سلطنة عمان بعد، وفي كثير منهم حد منهم غاب الله يرحمهم، وحد موجودين علموا عيالهم في العملي ويصبغونه ويطلع بعد يعني جميل كذا، خاصة إذا كان مثل خوصة ولونه أزرق.